طيب لو انا ما عنديش وقت خالص للمذاكره ومش قادر ان انا الم المنهج اللي هو ابدا اقراه من الاول او الكلام اللي انا قلته ده كله. هاي، ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن ازاي نلم المنهج كله في يوم واحد بس. طبعا الطريقه دي مش اللي هو فاهم انت بتفتح الماده لاول مره، بس على الاقل انت عندك خلفيه عن الماده وعايز ان انت تلمها بقى مره واحده عشان تقدر ان انت يعني تدخل بمذاكرتك دي الامتحان. والطريقه دي انا بعتمدها دايما، مع ان انا بذاكر من اول السنه بس باجي برضو يعني في اخر فتره كده قبل الامتحانات وبعتمد الطريقه دي. فالطريقه دي تقدروا تعملوها على حسب عدد الايام اللي فاضله لكم، بس هي تقدروا تلخصوها كلها في يوم واحد عادي، مفيش اي مشكله. وتقدروا انتوا تكرروها بقى على الايام اللي فاضله لكم على الامتحان عشان تستفادوا منها اكبر استفاده يعني. فالطريقه دي الحمد لله كانت بتساعدني دايما ان انا افضل من المتفوقين واطلع الاولى دايما وتكون درجاتي كويسه جدا. فحتى انت الطريقه دي لو ما بتذاكرش من اول السنه فهتساعدك ان انت بقى تلم الدنيا وتجيب درجات كويسه، ومن الاخر هتنقذك يعني. اول حاجه بما ان احنا نريح اعصابنا شويه ونهدى، احنا على الاقل حتى لو ما كناش بنذاكر من اول السنه فاحنا على الاقل حضرنا دروس او عملنا اي حاجه، المهم ان احنا عندنا خلفيه بسيطه عن المنهج. وحتى لو ما عندناش خلفيه عن المنهج هكلمكم بعد كده ازاي نعمل ايه، بس على الاقل حتى لو انت عندك خلفيه عن المنهج حاول ان انت تهدي نفسك شويه. طالما انت يعني تمام شويه هتلاقي ان الدنيا ماشيه والله العظيم مفيش اي مشكله. ولو انت كده كده ما عندكش خلفيه عن المنهج فانت يا دوبك هدفك ان انت تنجح، فان شاء الله برده بالطريقه دي هتعرف ان انت تنجح. وحاول تفكر كده ان هو الوقت ان انت هتضيعه في ان انت تتوتر وتقعد يعني تحط ايدك على خدك وتعيط، ممكن ان انت تستغله في ان انت تذاكر وتلم شويه حاجات هتساعدك يعني تقدر تنقذ فيهم ما يمكن انقاذه كده. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب المنهج بتاعنا ونقراه، سواء هنقراه من ملخص مثلا او هنقراه من الكتاب نفسه عادي مفيش اي مشكله. الفكره كلها ان احنا نقرا المنهج كده يعني ايه، قرايه بوست على الفيسبوك تقريبا، يعني ان احنا بس بنقراه بس وعايزين بس اللي هو فاهم نفهم انت بتتكلم عن ايه يعني. وبعد كده طبعا واحنا بنقرا او بعد ما نقرا المهم ان احنا يكون جنبنا ورقه مثلا او كده نكتب فيها بقى المعلومات المهمه والملخصات والحاجات دي. لو انت عندك يعني طريقه تلخيص معينه انت بتحبها وبتحب تلخص بيها مفيش مشكله. لو انت ما عندكش ممكن تجيب ملخصات PDF من على النت، ممكن المدرس بتاعك اصلا يكون بيلخص المنهج. يعني في مدرسين كده اللي هو ايه يعملوا لك المنهج كله في ورقه ولا ورقتين، وبجد دي حاجه جميله جدا. فلو لقيت مدرس بيعمل كده مفيش مشكله ان انت تجيب الورقه بتاعته، حتى لو ما تدخلش عنده درس هتعرف تجيبها يعني هتتصرف وتجيبها. ففعلا هي بيبقى فيها ملخص المنهج كله حرفيا وبتفيد جدا. وفي ناس ممكن ما تكونش فتحت الماده بس تدخل الامتحان تعرف تحل. برضو لو انت عايز تراجع فاليوتيوب مليان مراجعات، ناس عامله مراجعه ليله الامتحان، ناس عامله مراجعه على وحدات معينه. لو انت عندك وحده معينه او باب معين مش متظبط فيه ممكن تراجع عليه هو مخصوص. انا مش محتاجه اقول اسامي المدرسين لان في ناس كتير جدا، انتوا بس اكتبوا في السيرش بتاع اليوتيوب وهيطلع لكم ناس كتير، اختاروا منهم اي حد وهتلاقوه ان شاء الله كويس. طب يا ندى انت بتقولي ان احنا المفروض ان احنا نلم المنهج كله في يوم واحد، فاحنا محتاجين ان احنا نذاكر عدد ساعات كتير معلش ونيجي على نفسنا شويه. فدي نقطه برضو لازم ان احنا يعني ايه نلتزم شويه ونشد شويه. بلاش تليفون بقى بلاش مرقعه، يعني هي هم ال 24 ساعه اللي فاضلين قبل الامتحان ولا الكام يوم لازم ان احنا نشد فيهم شويه عشان ربنا يكرمنا. ازاي ما تزهقش وانت بتذاكر طالما انت هتذاكر عدد ساعات كويس وعايز ان انت تلم كميه كبيره؟ اول حاجه ان انت تنوع في طرق المذاكره اصلا اللي انت هتذاكر بيها. يعني مثلا شويه تتفرج على فيديوهات يوتيوب، شويه تقرا الملخصات اللي احنا قلنا عليها، شويه مثلا ان انت تحل. والحل مهم جدا وهنتكلم عنه في نقطه بعد كده ان هو اهم حاجه حرفيا، بس الحل برده بيثبت المعلومه وبيساعدك ان انت كمان ما تزهقش لان انت بتحل افكار معينه واسئله معينه فانت بتشغل دماغك اكتر. كمان حاول ان انت تذاكر بصوت عالي، حاول ان انت تقوم تتحرك وانت بتذاكر كده تخلي في طاقه كده في المذاكره بتاعتك عشان ما تزهقش، وعشان كمان دي طريقه سهله جدا في انها تثبت لك المعلومه. برضو مجرد ما تخلص حاجه حاول انت تفرح بنفسك كده وتكافئ نفسك. يعني مثلا انت خلصت الباب الاولاني خلاص بقى ايه خد بريك يعني شويه كده بس بسيط، عشان احنا زي ما قلنا مش عايزين مرقعه، عايزين يعني نستغل يعني كل ثانيه. فناخد بريك بسيط، ممكن نجيب لنفسنا حاجه حلوه، ممكن ننزل نتمشى شويه، اي حاجه على السريع كده عشان نفك وفي نفس الوقت نحس اللي هو لا انا فخور بنفسي، فانا بدي نفسي طاقه ايجابيه ان انا اكمل اكتر وبشيل اي توتر من دماغي. لان الواحد كل ما بيحس نفسه بينجز كل ما التوتر بيروح وبيحس بقى ان الله الدنيا حلوه، طب ما الدنيا ماشيه اهي يبقى خلاص ما فيش توتر بقى. دلوقتي بقى نيجي لحته الحل، ازاي ان انت تقدر تستفاد من حل الاسئله باحسن شكل. اول حاجه ان انت هتجيب المحافظات او الامتحانات القديمه بتاعه محافظتك انت. يعني لو انت بتمتحن على مستوى المحافظه، لو انت مثلا في ثانويه عامه نقل، او لو انت مثلا في ثالثه اعدادي هات امتحانات المحافظه بتاعتك انت وحلها، وبالذات في ثالثه اعدادي لان ثالثه اعدادي حرفيا معظم الاسئله اصلا ما بتتكررش، افكار الاسئله بتبقى ثابته. المهم بس بيغيروا في الافكار، بيحطوا فكره جديده كل امتحان، بس معظم الاسئله بتكون يعني تقريبا متكرره. فبالذات ثالثه اعدادي اسئلتها بتكون يعني اللي هو متوقعه جدا، فتقدروا ان انتوا تذاكروها وفعلا هتروحوا تلاقوا اللي انتوا ذاكرتوه في الامتحان على طول. وهكذا معظم السنين يعني حاول ان انت تجيب زي ما قلنا المحافظات القديمه وتحلها. لو في مثلا اي مدرس منزل افكار اللي هي متفوقين وحاجات كده حاول ان انت تشوفها، لان الحاجات دي بقى هي اللي بتلعب عليها في الامتحانات. يعني انت ممكن من الامتحانات القديمه تاخد الافكار وكده، لكن الافكار المتميزه بقى اللي ممكن يحطوها هتلاقي مدرسين اصلا منزلينها كامتحانات متوقعه او اسئله متفوقين او الكلام ده، فتقدر ان انت تستفاد منها كويس جدا برده، وهتساعدك في ان انت تشغل دماغك. فاللي هو انت عرفت الفكره خلاص، فلو جالك اي حاجه شبهها في الامتحان هتقدر ان انت تحلها ان شاء الله. طيب لو انا ما عنديش وقت خالص للمذاكره
ومش قادر ان انا الم المنهج اللي هو ابدا اقراه من الاول او الكلام اللي انا قلته ده كله، ما عليك الا ان انت تحل. هتجيب الكتاب بتاعك وتبتدي ان انت تحل. في حاجه وقفت معاك هتروح بقى تشوف الدرس بتاعها وتراجعه تاني. فكده انت عرفت بس الحاجات اللي انت عندك فيها مشاكل، لكن الحاجات اللي انت عارف تحل فيها فخلاص انت ماشي فيها ومش محتاج ان انت ترجع تذاكرها تاني. ده غير ان ده هيديك ثقه بنفسك اصلا، اللي هو انا عارف احل يا جماعه حتى لو انا مش مذاكر، ففي حاجات انا عارف احلها، فده كويس. اخر حاجه ان انت لازم قبل الامتحان تنام كويس. ما ينفعش مثلا انت تفضل تذاكر او تطبق ليله الامتحان والكلام ده، لان انت هتروح الامتحان ولا مركز ولا فاكر اي حاجه من اللي انت ذاكرتها، ويعتبر انت ما عملتش حاجه. فلو هيخيروك ما بين ان انت تقعد تذاكر الكام ساعه اللي قبل الامتحان ولا تنامهم، لا نامهم احسن وروح بنص مذاكره بدل ما تروح بمذاكره كامله بس انت مش نايم كويس او مش مرتاح نفسيا، لان ده حرفيا هياثر عليك في الامتحان، مش هتعرف تركز وهتحس ان انت اصلا ممكن تنام في الامتحان، ويعني حاجه كده وحشه قوي بجد. وفي الاول وفي الاخر عايزين ان احنا نكون مؤمنين من جوانا ان احنا يعني كل اللي احنا عملناه ده ما يجيش اي حاجه من توفيق ربنا لينا، فلازم ان احنا دايما نكون قريبين من ربنا، نطلب منه التوفيق، وان شاء الله هو هيوفقنا، ان شاء الله هو مش هيضيع تعبنا. حتى لو احنا ما تعبناش كتير زي ما قلنا، فلو انت ما تكسفش ان انت تطلب من ربنا حتى لو انت ما تعبتش كتير، لان انت عارف ان ربنا كرمه ورزقه واسعين جدا وكبار جدا. فاطلب من ربنا التوفيق، واطلب من ربنا ان هو ان شاء الله في الامتحان يعني يديك على قد تعبك واكتر كمان. يعني ما تكسفش ان انت تطلب من ربنا اكتر حتى لو انت ما تستاهلش ده، انت عارف ان ربنا كرمه واسع وهيديك ان شاء الله لو طلبت منه. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وبس كده، باي.